شارك اللاعبان المغربيان مهدي بن عطية ويوسف العربي ضمن التشكيلة الأساسية للدحيل القطري في المباراة التي خسرها الفريق أمام مضيفه الهلال السعودي بنتيجة 3-1 لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا. وتعرض المدافع الدولي المغربي مهدي بن عطية لانتقادات وبعض التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويرى من تابع اللقاء أنه كان مخطئا في الهدف الثالث للهلال والذي سجله المهاجم الفرنسي غوميز، وتشير الأرقام إلى أداء غير المقنع لبن عطية في المباراة اليوم، حيث عجز عن افتكاك أي كرة من الدفاع، كما تسبب المهاجم الفرنسي غوميز في متاعب كبيرة له طيلة دقائق اللقاء. وتأتي هزيمة بن عطية والدحيل بثلاثية في دوري أبطال آسيا في ذات اليوم الذي يستضيف فيه يوفنتوس نظير أتلتيكو مدريد ضمن إياب النهائي دوري أبطال أوروبا، ما أتاح الفرصة لبعض المغردين السعوديين للسخرية منه. بعد حكيم زياش ونصير مزراوي والإخوة أمرابط وكريم الأحمدي وعدد من نجوم الكرة المغربية الذين ترعرعوا في الملاعب الهولندية، آخرهم أسامة الإدريسي، يرغب المغرب في جلب اسم جديد يتألق في الملاعب الأراضي المنخفضة من أجل تمثيل المنتخب أسود الأطلس بدل المنتخب طواحين. يتعلق الأمر باللاعب الشاب محمد احتارن البالغ من العمر 17 سنة، والذي يخوض أولى مبارياته في الدوري الهولندي الممتاز رفقة PSV أيندهوفن متصدر الدوري وواحد من أكبر الأندية في هولندا. وحسب صحيفة هولندية فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بدأت تربط اتصالاتها مع اللاعب الذي ينشط في مركز متوسط ميدان هجومي ومحيطه العائلي من أجل إقناعه بحمل قميص المنتخب المغربي في قادم المواعيد. وأكدت الصحيفة نفسها أن اللاعب الهولندي ذو أصول المغربية قد جاور جميع الفئات السنية للمنتخب الهولندي، ويعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في الملاعب الهولندية والأوروبية، كما أنه خاض 7 مباريات هذا الموسم في الدوري الهولندي ودخل كأساسي في آخر مباراتين له مع الفريق. إليكم سؤال اليوم: ما رأيك في استبعاد حمد الله من المنتخب المغربي؟ أنتظر أجوبتكم في التعليقات. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.